عسلامة عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. وصفتنا اليوم هي باش نعمل شوية يعني خبز، ومن بعد باش نوريكم شنو باش نعمل في النصف الثاني من الفيديو. الخبز متاعي طبعا هو خبز فرينة، باش نعمله على الغناي. استعملت كما تشوفوا المقادير يعني 3 كيسان فرينة، عليهم يعني الخميرة، وعليهم ماء دافي، وعليهم شوية زيت وشوية ماء دافي، وعجنتهم مع بعضهم في الماكينة متاعي الميكسر هذيك في العجان، وخمرتهم هكايا حتى لين العجينة ولات يعني متماسكة كما تشوفوا هكا. شوفوا العجينة يعني كي قداش سوبل وقداش متماسكة مع بعضها. ما بتبقى لي تويكا كان باش نمشي نغطيها ونخليها يعني تتخمر مشوار قبل ما نعمل الخبز متاعي. شوفوا هنا حبيت نوريكم كيفاش العجينة ياسر سوبل. شوفوا كيفاش كي نجي نكورها تبدا ياسر سوبل. شوفوا كيفاه. ما نحكي لكمش حسيلو زايد يعني لازم يعني الخبز يتعجن مليح مليح باش يعطي يعني الحاجة اللي تحب عليها، وخاصة كي يبدا سوبل. قعدت نحي كل مرة في العجينة ونوريها لكم باش نحلها من بعد شوية ونوريها لكم كيفاش تبدا محلولة. شوفوا هنا بعد ما طبعا تخمرت وكل شيء وغطيتها، تو باش نخدمهم، باش نحطهم في الغني متاعي، وباش نخدمهم كيما الخبزات خبزات هكا يعني كيما الخبز المبسوط شويه، مش خبزه يعني نتاع الكوشه، باش نحطهم جوست على الغني وهذاك هو كيما تشوفوا هكا. طبعا انتم في الاول معناتها تخليو النار يعني عاليه شويه، وبعديك توطيو على النار باش الخبزه ما تتحرقش، وتقعدوا تدوروا فيها هكا كيما نعمل هنا من قدام ومن الظهر ومن القفاه حتى لين تطيب الخبزات مليح مليح ويوليو بيض من داخل ومن برا يعني طايبين وفي حقهم كيما تشوفوا هكا. نودكم نشهيكم، واما ريحه الخبز فاحت برشا في الدار، وكل واحد يحب ياكل هكا طريف من الخبز، لكن انا قلت لهم استناو شويه حتى نكملوا يعني نكملوا كل شيء بعد نتلهوا بالخبز كيما تشوفوا هكا. نريدكم نسهيكم حسيلو زايد كي واحد يعمل حاجه في الدار يعرف مناش متكونه ويعرف شنو اللي عندوش ما عندوش. وفي نفس الوقت مشيت عملت هكا وصفه خطرت لي على بالي، بما انه عندي شويه مقرونه هكا فضلت لي وحتى حد ما حب ياكلها، دونك قلت لهم اتو نوريكم في المقرونه مانيش باش نطيشها طبعا نعمه ربي، وعملت لها غوفيتالي ريتها يعني كما شفتوها هكا، عملت لها يعني خضروات باش نعملها طاجين غوفيتاليزي كما يقولوها بالمقرونه، اي المقرونه سباجيتي قصيتها تروف 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 كما شفتوا هكا. ما قلت لكم غيانا جوتي قصيتها وعملت لها اللازم تاع الطاجين اللي هي البطاطا المقليه مكعبات، اللي هي الصوص بالبصل كيف هكا شفتوها، واللي هي الجبن، وحطيت فيها اللي يبدو لي كما يقولوها باش ما نطيشك المقرونه وباش نردها لهم يعني طاجين. وزدتها هكا حار عظم، وقلت يمكن حار عظم يعني شويه، زدت كملت يعني كعبات اخرين 3 كعبات هذول كملتهم اخرين باش يجيني طاجين يعني متماسك ولا بس عليه كيما تشوفوا هكا. هيك حطيت فيها الجبن، طبعا ما صورتش اللقطه نتاع الجبن، اما انا حطيت فيها جبن، وحطيت فيها هكا البطاطا المقليه واللازم منه. هاكا زدت الكعبتين اخرين كما وريتها لكم 6 كعبات عظم، وزدت الموزاريلا باش يجيني طاجين دلول كيما الطاجين اللي نعملوه في العاده. اما طبعا في العاده ما نعملوش بالمقرونه، انا حبيت نتزور على الموجودين معايا باش يكلوا لي المقرونه بطريقه اخرى، هي لازم واحد يتزور مال شنو. المهم عملت الطاجين نتاعي، شفتوه يعني كيفاش طلع لي يهبل ومتماسك ولونه هكا ذهبي ومحلاه وبنين بنين بنين يهبل. خاصة أنا زدت فوحت الطاجين أكثر يعني بالفلفل الأكحل وبالثوم وبالملح، ومعناتها عملت لازم منه باش يجيني طاجين بنين ومرتفع كيما هكا. شوف الارتفاع متاع الطاجين يهبل محلاه محلاه، وجاني يعني بنين بنين بنين. نودكم نشهيكم هاكا، ما تحيروش كي تبدا عندكم يعني حاجه او يعني حد في الدار او الاولاد الحاجه يتشرطوا عليكم يقول لكم لا ما ناكلش مقرونه في الليل والنهار، دونك رديها لهم حاجه اخرى كيما عملت انا. المهم
أني سلكت روحي كما يقولوها وسلكت راسي كما يقولوها، وما rien à jeter. Tout se transforme. Tout se transforme et rien ne se jette. وentre temps مشيت عملت حويجة أخرى. عندي هكا شوية حليب كامل الدسم، قلت شتيت هكا باش نعمل جبن نتاع دار كيما هكا شفتوه يعني كامل الدسم اونتي. الجبن هذا سهل برشا ومعاه الخل الأبيض أو حتى الخل الأحمر زادا يمشي. دونك خليت الحليب يغلي مليح مليح مليح، ومن بعد صبيت يعني مغرفة ونص نتاع خل. نقول لكم يعني انه ماهيش مغرفة واحدة، يلزم مغرفة ولا حتى مغرفتين نتاع خل باش يعطيكم جبن او ريقوتا كيما تحبوا نتوما. هي يعني ما تعطيش ريقوتا اما تعطي جبن ابيض، هكا الجبن الابيض تاع ايام زمان هذاك هكا تري برشا كيما جبن كيما تقولوها بيجا كيما يقولوا لك جبن الابيض. المهم افيك دو انغريديون تنجموا تعملوا من احلى جبونات التريه الفريش كيما تشوفوا هكا. دونك انا بعد الغليان نتاع الماء هذيك باش نبدا ناخذ الكتل نتاعي ونحطها في صفايه كيما تشوفوني هكا، صفايه نتاع قهوه ولا صفايه نتاع تيزانه ولا اي شيء. المهم نحطك الكتل نتاع الجبن اللي تحصلت عليه في صفايه باش الماء هذاك نحيلو الماء كله ونخليه على جنب. على فكره ما طيشوش الماء هذاك، راهو يصلح لكم باش تعملوا منه خبزه، خبزه جاتو، خبزه نتاع ذراع، خبزه عاديه بريوش كيما تحبوا نتوما. راهو مفيد برشا برشا ويطريكم العجينه ياسر ياسر. هاكا نصايح من القلب الى القلب. المهم انا باش نخليك الكتل هذيك تزيد تستقطر وتبرد، ومن بعديك باش نحطها هكا في صحين ونزينها. كما قلت لكم الماء هذايا ما يطيش نتاع الحليب اللي نحينا منه كتل الجبن كما قلت لكم في النصائح السابقه. هنا الكتله نتاع الجبن نتاعي بدات تتماسك، يعني نحيت منها الماء هذاك. شوفوا ما عادش ثم ماء، دونك نجم يعني ناخذها كقالب وخليتها هكا تبرد شويه في الفريجيدير باش تولي لي كالقالب هكا المدور. كما تشوفوا عملية سهلة برشا ما تستاهلش يعني برشا وقت، والنتيجة تطلع روعة 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 ومضمنتها يعني تحت ايدك كما يقولوها، ما فيهاش يعني معناتها كما يقولوها مواد يعني كيماوية ولا اي شيء او منكهات يعني اصطناعية، باش تجيكم يعني طبيعية 100%. كجبنة هذيك تنجموا تعديو بها سليطة ولا خبز ولا اي شيء وتاكلوها هكا يعني مضمنه يعني منين مصنوعه وكيفاش عملتوها. كيما تشوفوا هكا زدت لها قرين فلفل، الفلفل هذيك الشايح نتاعنا، زدت لها هكا عباد زيتون وزينتها. شوفوا الكونسيستانس نتاع الجبن وريتها لكم ياسر طياره كيما تشوفوا هنا. رغم اني انا ما عملتش برشا كونتيتي اما قلت خليني نجرب اذا جاتني باهيه نزيد نكمل نعمل برشا جبن ونخليه للعائله وكل مره واحد ياخذ منه طريف ياكلوا هكاكا وحده ولا مع شويه خبز ولا فوق السلطه ولا اي شيء كيما تحبوا نتوما حاسيلو. لو شوا يرجع لكم. المهم واحد عمل حويجه في الدار مضمن الصحه نتاعها ومضمن شنية المكونات الاساسيه نتاعها، ما فيهاش يعني حاجات يعني ارتيفيسيال والا حاجات يعني دي كونسيستانس اخرين شيميك اللي احنا تضر بالصحه كيما تشوفوا هكا. انا بصراحه عجبني برشا جبن وكان بنين، وحتى الملوحيه نتاعو يعني كانت ياسر متوسطه ومعدله، ماهوش يعني مالح، ماهوش يعني كما يقولوها مر، معدل برشا ومحلاه. وديما ان شاء الله اذا كان وين نلقى الفرصه باش نعمل جبن ان شاء الله نعمل، علاش لا. واذا وصلتوا للمقطع هذايا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتعملوا كومنت، وإن شاء الله نلقاكم في فرصة قادمة، وباي باي بسلامة في فرص قادمة.